عيلة ألمانية غنية كانت ماشية في فرنسا وفجأة لقوا الدنيا مقلوبة، عمال نازلين مظاهرات وبيطالبوا بفلوس أكتر. العيال ألبا وفيليب اتوتروا وقالوا لأهاليهم احنا كده في خطر ولا إيه؟ أبوهم طمنهم وقال لهم محدش ليه دعوة بينا، وبعدين إزاز العربية ده ضد الرصاص. وصلوا الفيلا بتاعتهم في بروفانس، المكان اللي بيقضوا فيه الصيف دايما، وكان شكله مثالي وكامل. إستر طنشت مكالمات شريكها فرانك في الشغل، كانت قايلة نفسها مش هتفكر في شغل في الأجازة دي، ودلوقتي كل اللي يهمها جوزها جون وحب عمرها وعيالها اللي بتحبهم. بالليل العيلة اتعشت في اوتيل قريب وقاعدين يلعبوا كوتشينة على الترابيزة، بس إستر اضطرت تقوم ترد على فرانك أخيرا، في مشاكل في الشغل لازم تتحل بسرعة، غير كده العشاء عدى تمام. وبعد ما خلصت شغلها البنت الأسبانية ثيودورا اللي شغالة خدامة في الأوتيل ركبت موتوسيكل مع واحد ومشوا سوا. في الوقت ده العيلة رجعوا الفيلا. جون اللي كان شارب شوية ومش مركز شاف حد في نص طريق متأخر وداس فرامل بالعافية، والعربية بالعافية وقت، ولما بص كويس لقى بنت مرمية على جنب طريق، جري عليها فورا. طلعت ثيودورا نفسها مرعوبة ومصابة. جون كان عايز يوديها المستشفى بس إستر اعترضت وقالت لا، ده ممكن يضر العيلة. اقترحت انهم ياخدوها على الفيلا ويعالجوها بنفسهم هناك. البنت قالت انا عايزة اروح المستشفى، لكن إستر اصرت لا، هنا احسن، عندنا شاش ومطهر وكل حاجة. ثيودورا في الاخر استسلمت، والعيال اتسألوا ليه ما ودتوهاش المستشفى، اتقال لهم ما تتدخلوش. إستر عالجت الجروح وخصصت لها أوضة، وجون كان في نفس الوقت بينظف دم العربية زي المجنون، وقرروا يخلوها سر العيلة. تاني يوم الصبح ثيودورا مشيت ومعاها شوية فلوس إستر اديتها لها. فيليب شايف الفلوس مش كفاية وجون وافقوا، بس إستر شايفاها بالعكس، 320 يورو دول كتير قوي على واحدة مهاجرة زي ثيودورا. لكن بعدها على طول ثيودورا رجعت الفيلا وقالت لهم انهم فصلوني من الشغل النهارده علشان ايد المصابة ما بقتش تنفع، واضطرت تسيب بيتها كمان. وقالت لهم انا ممكن اشتغل عندكم خدامة لحد ما الاقي شغل تاني، ممكن تقف في اوضه الضيوف. جون ما حبش الفكره وراح عارض عليها فلوس زياده علشان تختفي من حياتهم خالص، لكن البنت رفضت وقالت انا مش عايزه اخد رشوه منكم. إستر سالتها بهدوء هتبداي شغلك امتى؟ ثيودورا دخلت واستقرت في اوضه الضيوف. التدخين ممنوع في البيت، بس فيليب قال لثيودورا افتحي الشباك شويه ومحدش هيحس. جون قال لمراته كان غلط نجيبها تشتغل عندنا، لكن إستر ردت وقالت ما كانش في ايدينا اختيارات كتير. جون ما عرفش ينام وقام يتمشى في البيت بالليل، فجاه لقى حيوان نص ميت. فجأة ثيودورا طلعت قدامه وخضته وقالت له لو ما عملناش حاجة هيملوا علينا البيت، وقالت كمان هنا الموضوع ده عادي، وطلبت من جون يخلص الحيوان من عذابه. هو كان متضايق ومش مرتاح لكن عمل اللي قالت له عليه. ثيودورا بدأت تشتغل شغلها كخدامة بجد ونشاط. كان في قانون في البيت ممنوع التكنيس بالمكنسة طول ما إستر موجودة علشان الصوت بيضايقها. إستر كتبت قايمة طلبات لثيودورا عشان العشاء وقالت إن جون هيوصلها تشتريهم. ثيودورا بسرعة قربت من قلب بنتهم وحست ان البنت مفتقده اهتمام اهلها. وفي القريه ثيودورا قابلت زمايلها في الاوتيل وسالوها انت بخير، وهي كانت باينه انها كويسه. واثناء التسوق جون شاف الاخبار، المظاهرات كانت لسه شغاله في المدن والناس بيكسروا المحلات والسوبر ماركتات. جون قابل واحد صاحبه من زمان، الراجل اللي قال له تعالى نشرب كاسين سوا، فالموضوع طول وما رجعوش بدري. وفي الوقت ده ثيودورا وفيليب كانوا قاعدين يتكلموا بره، ولما جون جه يسوق ثيودورا قالت سيبني انا اسوق، مش المفروض تسوق تاني وانت شارب. في الفيلا فيليب ساعدها في الشغل البيت وهي بتحضر العشاء مع قلبها. جون كان بيرش السم للحيوانات. في الليله دي العيله كانت مستنيه ضيوف كوره واكي ومعاهم ابنهم على السفره. العشاء الجو كان مليان كلام وضحك، وفي الخلفيه ثيودورا قاعده تلف حوالين الترابيزه بتلم الصحون وبتصب القهوه بهدوء. فيليب علق وقال عيب ناس زي ثيودورا بياخدوا ملاليم على شغلهم. وتاني يوم العيله نزلوا على البحر ومعاهم ثيودورا، بس إستر ما نزلتش الميه، كانت خايفه من العمق. ثيودورا استغربت، كانت فاكره ان إستر بتحب تتحدى الخوف. وهم بيلعبوا من بوسطه إستر كانت مشغولة بمكالمات شغل. ولما إستر غفلت شوية تحت الشمس ثيودورا سرقت الموبايل من شنطتها. قلبها شافت اللي حصل لكنها عملت نفسها نايمة. بعدها العيلة كلها قعدت تدور على موبايل إستر لكن ما لقوش حاجة. إستر اتوترت، ما تقدرش تكون من غير موبايل لأنها المسؤولة عن قرارات في شركتها. وثيودورا قالت أنا عارفة مكان نشتري منه موبايل بسعر حلو، لكن إستر ردت مش فارق السعر، أنا عايزة أحدث موديل. ورغم كده الشبكة كانت وحشة وصعبت عليها تكلم مع شركائها. ثيودورا عرضت عليها سيجاره، عاده إستر ما بتدخنش بس اتوترت قوي لدرجه انها وافقت. شربوا سجاير سوا وده قرب بينهم اكتر. إستر اعترفت وقالت ان ساعات بحس ان حياتي خرجت عن مسارها الطبيعي، ساعات بيجي في بالها تهرب تختفي من الدنيا خالص. ثيودورا قالت لها جربي كده فعلا، اختفي شويه وهتحسي بفرق. إستر نفسها تعمل كده بس كأم وكزوجه ما تقدرش تسمح لنفسها. فيليب من ناحيته بدا يحلم في السر بثيودورا، وهي بدات تدلع على جون وتقول له العجله بتاعتك تحفه. جون
عرض عليها تركب معاه، قضوا وقت لطيف مع بعض، وجون ما قدرش ينكر ان البنت دي اثرته بجمالها. وفي نفس الوقت استر بدأت تاخد بالها ان فليب وثيودورا قربوا من بعض، لكنها قالت في نفسها يمكن مش وحش انه لقى صديقه جديده. قلبها راحت قالت لمامتها شفت ثيودورا بتسرق الموبايل، لكن ثيودورا انكرت وقالت دي بتفتري عليا. الغريب ان استر صدقت الخدامه وما صدقتش بنتها، ولما شافت جرح ايد ثيودورا لسه ما التئمش استر حنت عليها ودعتها على العشاء، وكمان طلعت لها فستان من دولابها. على السفره استر قالت لها انت ما عندكيش حق تكوني تعيسه، انت عندك عيله وشغل وفلوس. لكن ثيودورا ردت وقالت لا، اي حد من حقه يحس بتعاسه، وسربت لها سر خطير. قالت لها ان قلبها هي اللي مخبيه الموبايل في اوضتها. استر افتكرت ان بنتها غيرانه وخلاص، لدرجه انها ادت لثيودورا واحد من فساتينها. وفجاه ثيودورا سالتها تحبي نعمل مغامره؟ وفي الناحيه الثانيه جون قاعد سرحان في حاجه مضايقاه بس مش عارف يحددها. استر وثيودورا خرجوا على مالها ليلي، واستر ما دخلتش اماكن زي دي بقالها سنين. وثيودورا ولعت الرقص. قام شاب وسيم وقرب من استر وعزمها على كوكتيل، قعدوا يتكلموا ووشه كان مألوف ليها. بعد الكاس راحت استرخت ورقصت كأنها رجعت عندها 20 سنة. بعدها استر وثيودورا ومعاهم شباب تانيين قعدوا يتفرجوا على شروق الشمس من على الشط. استر كانت خايفة تنزل المية، لكن الشاب لوسيان مسك ايديها ونزل معاها وخلاها تتغلب على خوفها. وفي اللحظة دي حست بحرية مطلقة. الفجر طلع بس استر ما كانتش مستعجلة انها ترجع البيت. الجروب عمل نار على الشط، وكل حاجة كانت شايلة همها استر قبل كده بقت ملهاش قيمة دلوقتي. ولما رجعوا البيت استر شكرت ثيودورا على كل حاجة. ما كانتش متخيلة ان بينهم حاجات مشتركة كتيرة كده، بس علاقتها بجوزها جون بدأت تبرد اكتر. وجون قعد يفضفض لثيودورا قد ايه صعب يستحمل طبع مراته. ثيودورا مشكته كلمتين، قالت له انه راجل ذكي وقوي وان مراته ما تقدرش تمشي من غيره. الجو في العيلة بقى مشحون. قلبها قالت لامها ان ثيودورا سرقت حاجتها تاني، بس استر ما صدقتش بنتها ولسه فاكرة ان كل ده غيرة. وفوق كده استر حاسة ان جوزها مخبي عليها حاجة. جون اعترف انه على وشك يخسر شغله، واستر اللي عايشه بس الهدف نجاحها بقالها كتير ما بقتش مصدقه فيه، وهو كمان بدا يشك في نفسه. ثيودورا قدمت لاستر كوبايه ليمون واديتها ورقه من لوسيان بيقول فيها انه عايز يشوفها بسرعه. استر حست بسعاده غريبه غمرتها، بقالها كتير ما حسيتش الاحساس ده. فيليب خلاص اتعلق بثيودورا ونسي اخته اللي بقت حاسه ان لا اهلها ولا اخوها عايزينها. العيله كلها بقت كانهم اعداء لبعض، وثيودورا بقت صاحبه الكل ما عدا قلبها. تاني يوم الصبح استر خرجت من الفيلا علشان تقابل لوسيان اللي بقوا عشاق، وركبوا الموتوسيكل سوا. استر كانت ماسكاه من وراه وحاسه انها مبسوطه لاول مره من زمان. وفي الوقت ده جون قاعد في الفيلا مع العيال وثيودورا قالت له ينفع صاحبتي تيجي عندنا شويه؟ وهو ما اعترضش. قلبها مش طايقه وجود ثيودورا في البيت، بس ولا حد كان مهتم بيها، اتسابت لوحدها. صاحبه ثيودورا وصلت، ومن خلال كوره استر بعتت لجوزها انها مش راجعه قريب. العيال سالوه يعني ايه؟ قال لهم ساعات الواحد بيحتاج ياخد هدنه ودي حاجه طبيعيه. كوره حست ان مكانه ثيودورا في البيت اتغيرت، ما بقتش مجرد خدامه، دي بقت واحده من العيله. قلبها خرجت تتمشى لوحدها في الغابه، وفي الوقت ده اتكشف السر. كورا وجون بينهم علاقه. دلوقتي استر مش موجوده واكي مشغول، خلاص ما بقوش مضطرين يستخبوا. بالليل ثيودورا دخلت اوضه قلبها وقعدت تمسح على شعرها، والبنت اتقبلت ده لانها على الاقل لقت حد مهتم بيها. لكن ثيودورا لمحت فيليب بيتلصص عليهم فقالت له يبعد عنها، وده وجع الولد جدا. وبالليل لوسيان نايم. استر بدات تفتش في شقته، شقه بسيطه مش غنيه. فتحت التلاجة ولقت لحمه متخزنه في اكياس. ثيودورا عرضت على جون يجي حفله مع صحابها، لكنه اعتذر بادب. قلبها وريته الولاعه بتاعت ثيودورا، وجون خدها منها وقال دي خطيره ما ينفعش تلعبوا بيها. وفي الناحيه الثانيه استر لسه عايشه اللحظه مع عشقها وناسيه عيلتها تماما. لوسيان خدها حفله عيد ميلاد استيل صاحبته. استر حست بعدم راحه، المكان شبه وقر مش حفله. ولما سمعت واحد هناك بيقول انه بيشتغل في نفس الاوتيل زي لوسيان بدات تشك. بعتت رساله صوتيه لجون وقالت له انها راجعه البيت. لوسيان جه وسالها انت كويسه؟ ابتسمت غصب عنها وقالت تمام رايحه الحمام. لكن وهي في الحمام لقت دم مال البانيو، اتصدمت وجريت مرعوبه، بس لقت ثيودورا واقفه قدامها وسدت الطريق. ساعتها ثيودورا اكتشفت الحقيقه، انا ما كنتش خدامه ولا اي حد فينا. الحقيقه ان جون ما خبطش ثيودورا اصلا، كله كان متظبط. الناس اللي زي استر وجوزها دايما بيستصغروا اللي زي ثيودورا وصحابها، ولوسيان طبعا كان معاهم في اللعبه. استر وهي محاصره وسطهم فهمت اخيرا الحقيقه، دول بيستدرجوا الاغنياء علشان يستخدموهم كاكل. وبالليل جون صحي على صوت ضحك عالي، ولما بص من الشباك شاف ثيودورا وصاحبها بيعوموا في حمام السباحه بتاع الفيلا. نزل بسرعه وطلب منها تفسير. ثيودورا ردت كنا بس بنلعب في الميه، بكره ننضف كل حاجه. جون ما عجبوش انها ما استاذنتش، لكن برضه ما طردش حد، وصوت الضحك
الضحك العالي بره ما خلوهوش يعرف ينام، فقرر يطلع الأوضة اللي فوق يشوف لو الفيران رجع تاني ولا لا، لكنه أول ما لف ورا لقى سيدورا وصاحبها واقفين. دي كانت آخر حاجة جون شافها في حياته. طول الليل فيليب تايه في الشوارع ومرجعش غير الصبح. في الفيلا الدنيا كانت مقلوبة، صحاب سيدورا نايمين جنب البسين سكرانين وواعيين. دخل المطبخ يدور على أكل، ملقاش غير لحمة لسه مطبوخة، حطها في الميكروويف عشان يسخنها، لكن فجأة حس بحاجة معدن في بقه، بص لقى نفسه بيتف دبلة جواز. وفي المشهد الأخير سيدورا وأصحابها سايبين الفيلا وماشيين واخدين معاهم قلبها.